السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل كفته دي للسحور. انا طبعا كنت عملت في الفطار محشي ولحمه، بس انا ما حبيتش اصور لان انا صورت المحشي كتير. فقلت اصور لكم بقى الكفته. اول حاجه بجيب كيلو لحمه كده، بكون مزوده الدهن فيها شويه او فرمه فيها دهن شويه. بعد كده بجيب بصلتين كبار بفرمهم كويس جدا، فرم ناعم شويه. وبعد كده لما باجي احط البصل على اللحمه لازم اصفيه كويس جدا من الميه، والميه بسيبها على جنب طبعا، مش برميها، لان بشوي بيها او بصبع بيها، بيخلي طعم الكفته حلو جدا. بشوي بيها ازاي؟ يعني مثلا لما اكون حطاها في الجريل او او على الشوايه، بجيب فرشه كده وكل شويه ببل الكفته بحيث ان هي ما تبقاش ناشفه. بعد كده بنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ما بزودش بهارات كتير. اول حاجه كزبره ناشفه، ملح، بابريكا، شطه، فلفل اسود وبهار كفته، بس مش بزود حاجه عن كده، ولا بحط شبت ولا كزبره ولا فلفل ولا اي حاجه تانية. ممكن فصين توم فرمتهم في البصل بس، علشان انا بحب طعم اللحمه تبان في الكفته، فمش بحب ازود اضافات كتير. لو عملتوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. حابه بقى تزودي اللحمه لو قليله، بس انا ما عملتش الطريقه دي. ممكن تجيبي رغيف عيش او رغيف فينو وبتبليه ميه وبتحطيه، او بطاطسايه مسلوقه، بس انا ما عملتش كده. بعد كده بجيب سيخ الخشب ده او اللي هو اللي بتاع الشيش الطاووق، وبحطه كده، بعملها بالطريقه دي وبسلكها منه. وبعد كده بحطها في الاطباق البلاستيك دي، وبحطها في الفريزر تتجمد شويه. وبعد كده بشويها، يعني مش بشويها على طول بعد ما بعملها، لا، لازم احطها شويه في التلاجة او في الفريزر يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والطريقه سهله جدا. لو عجبكم دوسوا لايك، لو ما اشتركتوش اشتركوا في القناه، ورمضان كريم عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.